أكتر حاجة في الدنيا ممكن ما تخلكش تحقق حلمك هي الخوف من الفشل. اوعى تخاف من الفشل وابني خطواتك ومستقبلك. فريق رابح جامعة طنطا، تحية كبيرة. اهلا بيكم. انا زياد الحناوي، جامعه طنطا، عندي 20 سنه. احنا الاسك بتاعنا 1,750,000 جنيه. كلنا شفنا الفتره اللي فاتت تحول كبير في سوق التجاره في مصر. شويه شباب بيبداوا البراندات بتاعتهم، كل يوم بنشوف براند جديد. شويه شباب بيبداوا البراندات بتاعتهم على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، بيعملوا صفحات يبداوا ان هم يبيعوا. لكن الشباب دي بيواجههم تحدي كبير، ان هم ما يقدروش يلاقوا وسيله تنقلهم من مجرد صفحات عشوائيه على السوشيال ميديا، لان هم يكون عندهم متجر الكتروني احترافي ليهم. وعندنا قطاع تاني وهو محلات التجزئه اللي موجوده على الارض بالفعل. المحلات دي عندهم حابين ان هم يتوسعوا ويكونوا يخشوا برضو التجاره الالكترونيه، لكن بيكون عندهم تخوف كبير ان مفيش سينكرونايزنج بين المحلات الالكترونيه بتاعتهم والمحلات اللي على الارض. فهنا بيظهر رابح. رابح مش بس بتسهل على النيو براندز ان هم يبداوا الستور بتاعهم اونلاين، لكن كمان بتوفر رابح POS، وده نظام بيسهل على التجار اللي عندهم محلات ان هم يبداوا اونلاين ويكون عندهم ربط كامل باللي عندهم في المحل. المشاكل اللي بنحلها هي الهاي كوست، ان انت تديفلوب الستور بتاعك، قله الخبره التقنيه للتجار ان هم يديروا الستورز، مشكله اداره الفروع زي ما قلنا بالنسبه للتجار المحليين، والادوات ان مفيش ادوات تسويق وتحليل كافيه ان هم يدرسوا اداء العملاء بتوعهم ويتارجتوهم بعد كده تاني. اخر مشكله وهي مشكله مهمه، هي مشكله ان مفيش تكامل في شركات الشحن وبوابات الدفع بالنسبه للي بيبيعوا على السوشيال ميديا. طيب ايه الحل؟ احنا اول ان وان اي كوميرس بلاتفورم بتسهل على التجار ان هم ينشئ المتجر بتاعه في 5 دقائق، يتحكم في الشكل كامل بتاع الستور بتاعه، يعمل كاستمايزيشن كامل من غير سطر واحد برمجه، كله بيبقى دراج اند دروب. بيكون عنده تحكم في المخزون بتاعه، المنتجات، بيكون عنده ادوات تحليل وتسويق، بيقدر ان هو يتارجت العملاء بتوعه ويفهم الدنيا ماشيه ازاي عنده. عندنا كمان رابح POS، وده بيكون مخصوص للتجار اللي عندهم محلات، بحيث ان هو اي حاجه بيبيعها هنا او هنا بيكون السيستمز كلها مربوطه ببعضها. عندنا كمان ربط وتكامل مع شركات الشحن المحليه كلها وبوابات الدفع. الماركت سايز بتاعنا بيقدر ب 10 مليار دولار بالنسبه للاي كوميرس في مصر، و115 مليار ده الريتيل ريفينيو. وعندنا احصائيه بتقول ان 78% من اليوزرز اللي بيفضلوا ان هم يفيزيتوا الاونلاين ستور بتاع المحل قبل ما يكونوا رايحين. في 10,000 نيو براند بيفتحوا تقريبا في مصر كل سنه جداد. البروتوتايب بتاعنا احنا دلوقتي في جزء الانفراستراكشر، فاحنا شغالين على الUX، وده جزء من الUI بيوضح الداشبورد بتاع الPOS وشويه من الاناليتكس والداشبورد بتاعه المخزون والكاستمايزيشن. بالنسبه للكومبيتيتورز، فاحنا عندنا كومبيتيتورز بره مصر وجوه مصر. اللي بيميزنا على المستوى المحلي الإدج بتاعنا ان احنا عندنا الPOS انتجريشن، وده مش موجود عند حد غيرنا، والسيم كاستمايزيشن. وبالنسبه للشوبيفاي فاحنا بنتميز عنه في ان احنا فولي لوكالايزد اللغه العربيه، وعندنا دعم فني برضه بالعربي. طيب الجو تو ماركت استراتيجي بتاعنا، احنا بما اننا بنتارجت البراندز اللي هم اونلاين والريتيلز، فاحنا عندنا اكتر من تشانل. اول حاجه هنتارجت النيو براندز عن طريق السوشيال ميديا والانفلونسرز والايميل ماركتنج، وهنتارجت الريتيلز عن طريق ان احنا بنروح للريتيل نخلص معاه الديلز، وفعلا احنا رحنا لاكتر من حد وهم كانوا مرحبين بالموضوع جدا. وبنعمل بارتنرشيبس مع شركات الشحن والدفع. طيب البيزنس موديل بتاعنا هو سبسكريبشن موديل. احنا عندنا بلانز بتناسب جميع الفئات، تبدا من 300 ل 1200، ده بيكون للريتيلز والانتربرايز. الاسك بتاعنا 1,750,000 يتقسموا بين 50% ديفلوبينج، 25% ماركتنج، 20% كابكس و5% سيف. شكرا لك. اتفضلوا. حاضر، وروان وبقيه التيم. وبس والتيم بتاعي موجود، مش لازم منه اتفضلوا. اولا برافو، فكره حلوه. هو فيها من شوبيفاي شويه، بس انا خلينا نبسطها على الحاجه اللوكل. محل كشري عايز يطلع اونلاين هيعمل ايه وفي وقت قد ايه؟ لا، محل كشري عايز يطلع اونلاين يجي طلبات. في اكزامبل تاني غير محل كشري. هيعمل ويب لا انت كده منافسه. بلاش على بعض. طيب كده. بلاش example تاني. بلاش محل الكشري هيروح طلبات يا زياد. محل لبس. اوكي. لا خلاص يبقى- اكشلي في ستات كتير النهارده مثلا بتحب تعمل اكلات في البيت وبتوزع وبيعملوا بيجز بقى على السوشيال ميديا انسون. اولا هتوصل لهم ازاي؟ ثانيا هم هيعملوا ايه؟ ست بسيطه هي شاطره في الطبيخ لكن ما عندهاش اي تكنيكال نوليدج، هتوصل لها ازاي وهتطلع ازاي؟ أوكي. وهنسيب الكشري لهديه.
حته الوصول، فاحنا ده برضو الجزء الماركتنج اكتر كوصول، ان احنا بنماركت السوشيال ميديا، وان احنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نحاول نحلل الموضوع اورجانيك، ان حد فعلا يكون جرب التجربه يوصل للناس لبقيه الناس. بس حته هتسجل ازاي؟ احنا التسجيل بيكون خطوات بسيطه، وبيدخل بيسجل بياناتها الاساسيه، يبدا ينقلها بعد كده على السيم، يقول لها اد اول برودكت، بتاد البرودكت، بتجرب خطوات بسيطه، بيكون برودكت زي الاكله نفسها هتصورها مثلا؟ هتصورها، بيبقى في خانات للبيانات، يعني مثلا بما انها اكله فهتضيف الاكله، هتضيف سعرها، لو هي في سعر تكلفه عايزه تضيفه لنفسها علشان اوتوماتيك يحسب لها هي بتكسب قد ايه. بتضيف اي بيانات تانية عايزه تضيفها، بيكون برضو في سيكشنز. احنا عندنا بالنسبه للبرودكتس، فاحنا بنقسم قبل ما يضيف اصلا، يختار نوع البرودكت اللي بيضيفه، هل هو بيضيف برودكت جاهز زي الهدوم، ولا هو بيضيف اكله، ولا هو بيضيف مثلا حاجه بيبيعها اونلاين PDF او كده. فكل حاجه بيظهر لها اوبشنز مختلفه، فبتبدا تضيف في الحاجات دي، وبرضو نيكست البرودكت بيتضاف. بص، انا اللي مقلقني ان المجال ده زحمه شويه، يعني مش بس شوبيفاي، في كمان كذا شركه محليه بتعمل نفس الفكره بالظبط. ولما انت قارنت ما بينكم وما بين الناس التانيين، الفروقات حاجات بسيطه. يعني فيتشر هو ممكن يصحى الصبح بكره يعمل الفيتشر دي، يعمل اوبشن الثيمز. فعشان اشجع فكره زي دي لازم اشوف فرق يعني كبير في البيزنس موديل، او فرق فعلا يخليك تبقى فارق عن الناس التانيين اللي هم شغالين بقالهم سنين. انت حتى لسه الMVP او المينيمال فايبل برودكت لسه ما طلعش. فهل في بالك حاجه ممكن تقول هي دي فعلا الفكره الفارقه ما بينكم؟ احنا عندنا المحلات الريتيلز العاديه عندهم سيستم في المحل بتاعهم، ولو حد منهم حب ان هو يبيع اونلاين فهيعمل الستور، سواء بقى على اي منصه تانية من الموجودين، او هيجيب ديفلوبر يعمله له. طيب هنا المشكله بتظهر فين؟ بتظهر ان لو الستوك اللي اونلاين، الستوك قصدي في المحل بدا يخلص، هو بيعمل ايه؟ بيجيب حد مخصوص يوظفه ان هو يبدا يعمل داتا انتري، يابديت البرودكت. طب لو انا عندي 10 فروع، هيبقى عندي المشكله دي في اكتر من من 10 فروع. طيب احنا بنحلها ازاي؟ احنا بنكون سيستم واحد، بمجرد ما الستاف يدخل يحط الباسورد بتاعه، بيتنقل على الفرع اللي هو فيه، بيبدا من خلال كده ان هو اي حاجه هتتباع في المحل او في الستور، السيستمز كلها مربوطه ببعضها. بس ده ايه، انفنتوري مانجمنت يعني؟ دي سوفت ويرز موجوده برضو النهارده. هو الستور بتاعه عندي انا، وفي نفس الوقت المانجمنت الBOS سيستم عندي انا، فكلها بتبقى مرتبطه ببعضها، ان هو يقدر يدير كل حاجه من مكان واحد، ما بيدفعش لده ويدفع لي. احنا ايه ال 350,000 جنيه كابكس اللي محتاجينهم في ايه؟ محتاجين ان احنا الديفلوبرز اللي بنهايرهم في اجهزه وفي حاجات، فعشان يقدروا يشتغلوا عليها شويه. اختار ان ولا اوت؟ ان 100,000 جنيه دعما وتشجيعا. سامح. ان 200,000. ميرنا. كونتريبيوشن وتشجيعا مني 100,000. شلبي. بناء عليه برضو تشجيعا 100,000. هدير. بص، انا للاسف اوت، انا اسفه. دي صدمه شويه. لو هنغير حاجه في البرزنتيشن، فاعتقد كنا هنغير سلايد الكومبيتيشن، كنا هنوضح اكتر الايدج بتاعنا، وممكن كنا كمان نعمل سلايد مخصوصه نتكلم فيها عن الميزه التنافسيه بتاعتنا، واحاول ان انا اوضحها بابسط شكل يعني. مبروك مبروك، الف مبروك، فريق رابح 500,000 جنيه دعم من جينزي جامعه طنطا. مبروك مبروك.